السلام عليكم. معكم عبد الرحمن شوقي من السيناريو. نبدأ السيناريو النهاردة عن الاحتلال الإنجليزي لمصر ومقاومته. في يوم 28 يونيو 1882 أعلنت الحكومة البريطانية قرارها باحتلال البلاد، ودام لمدة 74 سنة لما هجمت مواقع الجيش المصري في منطقة التل الكبير. الزعيم أحمد عرابي، الخديوي توفيق، الاحتلال البريطاني والمقاومة الشعبية. أهو ده اللي صار، وأدي اللي هنشوفه النهاردة. بدأ الاحتلال الإنجليزي مع قيام الأسطول البريطاني بقصف مدينة اسكندرية يوم 11 يوليو سنة 82. ووقتها أعلن الزعيم أحمد عرابي التعبئة العامة والتجنيد لمحاربة الجيش البريطاني. ومعنى التعبئة العامة هو تحويل القوات المسلحة الوطنية لحالة حرب أو شبه حرب، وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير احتياجات حرب طويلة الأمد. وبالمناسبة الزعيم أحمد عرابي كان ناظر الجهادية، ودي وزارة الحربية حاليا، ووصل لمكانته بعد الثورة العرابية على الخديوي توفيق حاكم البلاد، واللي كانت من أهم مطالبها عزل وزارة رياض باشا، إنشاء مجلس نواب على النسق الأوروبي، وزيادة عدد الجيش ل 18,000 جندي. ووقتها كان رد الخديوي توفيق: كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها، وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي وما أنتم إلا عبيد. عرابي وقتها رد الشهير: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولن نستعبد بعد اليوم. وفي نهاية الأمر ما كانش بإيد الخديوي وقتها إلا الاستجابة للمطالب وإنشاء وزارة شريف باشا الثالثة. والجدير بالذكر إن شريف باشا كان موجود ناظر للحكومة قبل كده، وإن دي مش أول مرة ليه. وده كان أول ما تولى الخديوي توفيق الحكم بعد ما أجبر الفرنسيين والإنجليز والده الخديوي إسماعيل التنازل عن الحكم ليه. وقتها شريف باشا اشترط على الخديوي توفيق إنه ينشئ مجلس نواب، وده اللي كان بعد كده أحد مطالب الثورة زي ما عرفنا. وقتها رفض الخديوي توفيق الشرط، فقدم شريف باشا استقالته، ولكنه رجع مرة تانية بعد الثورة وبدأ إنشاء مجلس النواب، واللي حصل برضه فيه اعتراضات من المجلس على الدستور اللي كان بيحد من حقوقهم في مناقشة ميزانية الدولة، وده كان إرضاء للجانب الأجنبي، فقدم استقالته مرة تانية. وتولى بعده محمود سامي البارودي الحكومة، واللي عين فيها أحمد عرابي قائد الثورة ناظرا للجهادية. نرجع بقى تاني لقصف اسكندرية، واللي قبل القصف ده بشهر بالظبط يوم 11 يونيو سنة 82 حصلت مذبحة اسكندرية الشهيرة، واللي كانت مدبرة من قبل قوات الاستعمار للدخول لمصر بشكل أو بآخر. واللي حصل فيها إن أحد الرعايا البريطانيين في اسكندرية قتل أحد المصريين اللي قدم له خدمة بأجر ضئيل بعد اعتراض التاني على الأجرة، واللي بدورها كانت شرارة المذبحة بين المواطنين المصريين والأجانب، واتقتل واحد فيها من جنود الأسطول البريطاني. طب إيه سبب وجود أحد جنود الأسطول البريطاني في اسكندرية من أساسه؟ تعالى يا سيدي هقولك. كانت نية الاستعمار موجودة قبلها وقت وصول الأسطولين الفرنسي والإنجليزي في مياه اسكندرية، واللي كانوا موجودين بدعوى حفظ الأمن لرعاياهم. وأول ما وصلوا بعتوا مذكرة مشتركة بيطالبوا فيها الحكومة باستقالة البارودي وبإبعاد عرابي وزير الجهادية. كان رد وزارة البارودي رفض المذكرة باعتبارها تدخل مهين في شؤون البلاد الداخلية، ومع ذلك قبل الخديوي توفيق المذكرة، فقدم البارودي استقالته وقتها وقبلها الخديوي. وبعد المذبحة المدبرة اتشكلت وزارة إسماعيل راغب، اللي كمل فيها عرابي كناظر للجهادية بالمطالب الشعبية. ووقتها الوزارة اشتغلت على الأمن في اسكندرية وتشكيل لجنة للبحث في أسباب المذبحة ومعاقبة المسؤولين عنها. واستغل المستعمر الواقعة المدبرة بشكل كويس جدا، واتهمت عرابي بأنه السبب لتحريض المصريين على الأجانب. وبدأ القصف على اسكندرية لما الحكومة المصرية نصبت المدافع على قلعة اسكندرية، فتلككت بريطانيا كالعادة واعتبرته عمل عدائي ضدها، ووجه قائد الأسطول وقتها إنذار للحكومة المصرية إنها تسلم القلعة للأسطول البريطاني وإلا هتضرب اسكندرية من البحر. وقتها الخديوي توفيق قابل عرابي وشجعه على مقاومة المعتدين، اللي في الوقت نفسه كان بيتصل بقائد الأسطول البريطاني وبيطلب منه الهجوم على القلعة وعلى عرابي.
وبدأت فعلا بريطانيا بعدها بقصف اسكندرية، وده بعد ما ساعد الخديوي توفيق حاكم البلاد وقتها قوة الاحتلال. وبدل ما يقاوم الخديوي المحتلين، استقبل في قصر الرمل في اسكندرية قائد الأسطول البريطاني، وانحاز وقتها للجانب الإنجليزي وكمل خيانته للبلاد، وأمر عرابي إنه يوقف الاستعدادات الحربية. وساعتها ما استجابش عرابي لكل ده، وكمل تسليح وسحب القوات لكفر الدوار. وأصدر الخديوي قراره بعزل عرابي عن منصبه، ولكن كمل عرابي في مكانه. ودخل الجيش المصري في معركة كفر الدوار مع الجيش البريطاني، وواجه الجيش البريطاني مقاومة لمدة شهرين، وبعد قتال عنيف خسرت بريطانيا وأسر المصريين قوات كتير منهم، واللي بدوره أجبرهم على الانسحاب من كفر الدوار واسكندرية، وما قدروش يدخلوا مصر من جهة الغرب بعد احتلال اسكندرية، ورجعوا للأسطول وبدأوا يتحركوا على بورسعيد للدخول لقناة السويس والنزول في التل الكبير. وبعد معركة كفر الدوار واللي انتهت بفوز العرابيين، وتحديدا يوم 22 يوليو سنة 82، حصل اجتماع للجمعية العمومية في وزارة الداخلية بعد ما طلب عرابي النظر في قرار عزله، وحضر الأعضاء والمقدر عددهم ب 500 عضو، على رأسهم شيخ الأزهر وقاضي قضاة مصر والأقباط واليهود والنواب والمفتشين ومديرين المديريات وكبار الأعيان والعمداء. وفي الاجتماع أفتى كبار مشيخة الأزهر بخروج الخديوي عن الدين لانحيازه للجيش المعادي، وصدر فيها كمان قرار بعدم عزل عرابي واستمرار التسليح ووقف أوامر الخديوي. وبدأت معركة القصاصين اللي تصدى فيها أهل إسماعيلية العزل بشجاعة كبيرة، وحصروا القوات البريطانية قبل ما يجي لهم الإمداد وتنتهي بانتصار الجيش البريطاني. وبعد كده قدرت القوات البريطانية احتلال مدينة بورسعيد وإسماعيلية يوم 20 أغسطس ويوم 13 سبتمبر سنة 82. ودي كانت آخر المواجهات بين الجيش المصري بقيادة الزعيم أحمد عرابي وبين الجيش البريطاني. وهزم جيش الاحتلال قوات الجيش المصري المرة دي بالخيانة، سواء من الجانب الفرنسي اللي وعد بأنه منطقة قناة السويس وقتها منطقة محايدة بعد ما سمح بمرور القوات الإنجليزية، ودخلت وقت نوم الجنود المصريين، وانتهت المعركة في أقل من نص ساعة، وانتهت باعتقال زعماء الثورة العرابية. وبعدها حصلت المحكمة العسكرية في ديسمبر سنة 82، واللي حكمت بالإعدام على قادة الثورة، واللي أهمهم أحمد عرابي ومحمود سامي البارودي وغيرهم، واللي بدوره تخفف الحكم بعدها للنفي المؤبد ومصادرة أملاكهم. وفضل الاحتلال البريطاني لمصر لحد ما أصدرت بريطانيا الإعلان الأحادي الجانب باستقلال مصر سنة 1922، ثم المعاهدة المصرية الإنجليزية سنة 1934، ورجعت السيطرة بالتدريج لملك مصر. وبحلول سنة 1934 أصبحت مصر مستقلة بشكل كامل، ولكنها فضلت تحت الاحتلال بوجود قوات من الجيش الإنجليزي في بعض المناطق، وفي باطن الأمر كانت متحكمة فعليا في الأمور، وفضلت محتفظة بسيطرتها على منطقة قناة السويس لحد انسحابهم منها في سنة 1956 بعد 74 سنة. شهدت فترة الاحتلال الإنجليزي على حركة وطنية كبيرة من النضال الشعبي، واللي قام بيها الشعب المصري بالعديد من الثورات، ويمكن من أهمها وأشهرها على الإطلاق ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، واللي كان صاحبة اليد في بداية الحصول على الاستقلال، وصولا إلى ثورة الضباط الأحرار في 1952، واللي أنهت 74 سنة من الاحتلال الإنجليزي للبلاد بعد توقيع اتفاقية الجلاء عام 1953. ايه اللي حصل في النضال الشعبي قصاد الاحتلال البريطاني؟ الاغاني الوطنية، اهو ده اللي صار، سعد زغلول، الضباط الاحرار، واتفاقية الجلاء. ده كله هنعرفه الجزء الجاي. استنوني انا عبد الرحمن شوقي من السينما.